فاس وما أدراك ما فاس، العاصمة العلمية للمملكة. بلا شك كنا كنعرفوه ومن لا يعرفوه هو رشيد شو. هاد المرة حنا جبناه واخا هو ديما كيجيب الناس. هاد النهار رجع عندنا فاس. رشيد مرحبا بك، ولكن لا كونديسيون غادي نقول أي سؤال سولتك غادي تواجبني بالفاسية. مرحبا بك. اي مرحبا مرحبا، شخبارك؟ الله يحفظك، شكرا. اي سؤال طرحتي نجاوبك بالفاسيه. الفاسية واش كنت هذا ميكرو ولا تليفون؟ هذا ميكرو والتليفون بجوج. رشيد، كل شيء باغي يدوي على البدايات ديالك، كيفاش كانت البدايه ديالك وكيفاش طاحت لك ليدي دير ليميسيون ديال رشيد شو. بالفاسيه ولا عادي؟ اللي بغيتي تزيد. واخا، حيت باش نهضروا معقول نهضر عادي. دونك البدايات ديالي كانت على قبل واحد لا هذا بصراحه البدايات ديالي طبعا كما كيعرف الناس انني بديت في الاول برامج الاطفال، ومن بعد درت الكاميرا الخفيه وتعرفت لقيت نجاح كبير تبارك الله في المغرب. اييه، الكاميرا الخفيه اللي كيعرفوا الناس، كاميرا النجوم، تاكسي 36، كبروا تنسى، ستار اكاديمي. يعني درنا اكبر عدد ديال الكاميرا كاشي في المغرب. ومن بعد جات الفكره باش ما يبقاوش دائما الناس كيشوفوني غير هذاك رجل المقالب اللي كيتفلى قلت خصني نبين واحد الوجه اخر للجمهور، ونحاول لاني كنت دائما تنعشق لي توك شو على الطريقه الامريكيه. كان عندي تخوف، كنت كنقول نديرو واش يصدق ولا ما يصدقش المغرب، سيرتو انا كانوا بعض المحاولات في المغرب اللي ما عطاوش. دونك قلت بيتيتر الحمد لله فكرت فيها وجاب الله التيسير مع رشيد شو. رشيد، كنشوفوا ليميسيون ديالك كتجيب بليزيور ستار تبارك الله، كلشي داز، ولكن كنشوف ليميسيون ديالك كتجيب لي ستار، ولي ستار بحال اللي بداو شويه كيتسالاو. دابا كنفكر رشيد من دابا عام ولا عام ونص ولا عامين، شكون اللي غادي يبدا يجيب؟ نجيب دارنا نجيب ولاد دربنا، نجيب المهم اللي كنجيبو، المهم ما نوقفش. لا بصراحه رشيد شو الموسم القادم دابا مازال كنفكر واش نكمل. واش كتجيك هاليدا ولا لا في بالك؟ لا هو شوف، هي لي ستار ما تيتقاداوش تبارك الله، المغرب عامر بالنجوم، ما يمكنش يساليو، فهمتي؟ لانه دابا انا لحد الان جبت تقريبا شي 74 واحد. 74 رقم خيالي، يعني شحال من نجم داز في ذاك الكرسي ما بين رياضيين وفنانه. دونك بالعكس كنقول بانه رشيد شو ممكن يستمر طبعا ما بين نجوم المغرب ونجوم يعني المعروفين على المستوى العربي والعالمي. فدائما كاين تجديد، ودائما كاين ايضا ما كاينش غير الفنانه، كاين الكويريه، كاين رياضيين، كاين ناس اللي عطاو في مجالات اخرى. ف نقدروا ما نحاصروش غير على الفنانه بوحدهم. رشيد، بغيت نسولك ولكن توجمي بصراحه. مرحبا. بغيت نعرف واش شي ارتيست عيطتي له ما بغاش يجي لعندك ليميس؟ شي ارتيست عيط له ما بغاش يجي. اولا باش نشرح هذه القضيه بشكل نهائي، لان كثر فيها القيل والقال، انا ما كنعيطش لي ارتيست. هما اللي كيعيطوا؟ لا، كاين ناس مكلفين بهذا الشيء، انا كندير خدمتي، انا جو سوي انيماتور، وكنبغي نقول بان رشيد شو كاع الضيوف اللي جاو عندنا ما كاينش شي واحد شي نهار تخلص. هذه كنبغي ناكد عليها، عمر شي حد ما عطيناها كاشي. كاين اللي كيقول زعما كستم تحت الطابله ولا شي حاجه. انا كمنشط وكفكاهي، لان عارفوا الناس قبل بالفكاهه وداك الشيء، فما كنبغيش نعيط لشي ارتيست ويسولني على الماديات ولا، لان غنتحرج معاه. دونك تنخلي الناس الاداريين، الناس اللي معايا في فريق العمل، هما اللي يتصلوا بهم ويهضروا معاهم يشرحوا لهم هذه القضيه هذه. ف لي زارتيست اللي بغى يجينا مرحبا به، اللي ما بغاش يجي هذاك شغل. وكان بعض الفنانين اللي رفضوا لانهم بغاو يتخلصوا، هذا هو الرفض. وكاين شي ناس اللي رفضوا باش يتخلصوا وخرجوا بشي تصريحات على اساس انهم رفضوا على اسباب اخرى، ولكن هذا هو السبب الرئيسي وكنأكد عليها. رشيد، دابا في ليميسيون ديالك تبارك الله درت اكتساح كبير، ولكن بغينا نعرفوا رشيد كتكون عنده ليميسيون ديالو من جمعه لجمعه، من الاثنين للخميس شنو كيدير؟ واش عندك شي سناك، عندك شي قهوه، اش كدير؟ واش عندي شي محلابه سناك؟ راه بصح درت واحد المره واحد البروجي، واحد البيتزيريا،
وما صدقاتش. علاش؟ ما كاينش اللي قابل، فهمتيني. انا اي بروجي باش ينجح لك خصو يوقف عليه بيدك. درت غير درت هذه المحاوله، كنت درتو واحد الوقيته فكره كان ديال المدام، قالت لي علاش لا ما نديرو شي حاجه فاش نتشغل وكذا وفاش ما خدمش لي، ما عرفتش الدومين بعيد عليا. وانا القضيه بيني وبينك كنبغي نقولها كاع الناس، يعني دير شي حاجه اللي كتعرف ليها، الحاجه اللي الانسان ما كيفهمش فيها بلا ما يقرب لها. وكي جاتك فاس مبقعه مطقطقه من داك الشيء مدينه، اش نقول لك. قبيله شفنا لي فان كيطلعوا عندك البوديوم، وتبارك الله عندك اقبال كبير في مدينه فاس. ما سرك، ما السر وراء ذلك اخي رشيد؟ الجمال. نعم، يبقى الجمال والحب سيد المواقف. لا شوف الحب ديال فاس يعطيك السك شويه اللي خلى لي فان يطلعوا عندي حتى الخشبه، حيت انا واحد الانسان اللي مع راسي بخير الحمد لله، وحب الناس ما عنده ثمن، فهمتيني. وكيقولوا لا كتحبني سير لقلبك. ساعه كيقول لك واحد المثل فاسي، الا كتحبني سير لقلبك، سول قلبك عليا وشوفني واش كنحبك ولا لا. الحاج صخبعك يا الحاج، خليك لي والله ما حفظ علي سيفه، والله ما تسينا ديما فرحان يا الحبيب عليا. جا عندي رشيد الفاس هذا النهار. يعطيك الله. رشيد غادي نعطيك 3 ديال الاسماء وغادي تواجبني عليهم. عماد النتيفي رابيدمون. عماد النتيفي منشط، عطى كثير التنشيط والاعلام في المغرب، وعطى كثير الدوزام. للاسف ما بقيناش كنشوفوه مؤخرا. نتمنى ليه التوفيق ونتمنى ليه مسار متميز ان شاء الله. ما نكرهوش انه يرجع للتلفازه، يرجع للجمهور ديالو. زينة الدودية، اغنيه ديال عطيني ساكي واخا جبتيها عندك، ما عرفناش الراي ديالك الشخصي في الاغنيه ديال زينة الدودية. شوف الراي ديالي الشخصي، انا تصنت الاغنيه، الكلمات ديالها مش عجباتك ولا لا؟ عجبني لو ريتم ديال الاغنيه، الكلمات ما عجبونيش. داكوغ. نمشيو شويه بعيد. مارك زوكنبيرغ، الرئيس المدير العام الفيسبوك. عرفتو والله كتعرفو؟ خلاص لا والله خرج علينا، خرج على المغرب، خرج على الشعب، خرج على بلاد. عرفتي شنو هذا الفيسبوك؟ راه شتت اسر، راه دار شي مشاكل ما نعاودش، خلى الناس، خلى كل شيء مشغول. ها انت دابا صحابنا كاملين هما كاملين جالسين توزي كلشي جالس شاد التليفون مشغول ومبرزط، تاكل وانت هذا مكون. الفيسبوك سيرتو الشباب يعني خدا لهم حيز كبير من وقتهم، وخلى بنادم يولي يعيش ايزولي. علمنا لا سوليتود، ما بقاش بنادم كيتجمع مع العائله ديالو. فصراحه احنا ما كنستعملوش، وقالوا بان داروا احصاءات بان لقاو بان المغاربه اكبر شعب تيستهلكوا الفيسبوك. حنا ما كنستهلكوش بديك الطريقه العقلانيه. خصك كنبقاو بالساعات وساعات، وتلقى واحد كيضرب 8 سوايع في فيسبوك، كيشوف فيسبوك، كيدخل فيسبوك اكثر ما كيدخل دارهم. مشكل. دونك انا كنقول زكربرغ كنقول ليه مع راسك تبغي لي سد هبط الريدو. رشيد ندوز معاك الكيسيون بلو رابيد كو سا. ميك اول حاجه ملي كيفيق رشيد اش كيدير؟ اول حاجه كدير؟ اول حاجه كنغسل وجهي، كنتوضا. الله يتقبل. شي حاجه اللي كيكرهها رشيد؟ اللي كنكره النفاق، وهذا الشيء اكبر حاجه كنعيشها دابا. انا كنعيش بزاف النفاق، كاين بزاف النفاق سيرتو في الميدان الفني بزاف. كتلقى انا سمعت فنانه كيتلاقاك تبارك الله عليك، والله الا عجبتني، تيقول لي والله الا عجبتني الحلقه وداك الشيء، وكنسمعوا. مشى عند واحد حتى هو صاحبي في نفس الميدان وتيقول لي بساله كيدير ماشي معاه حامد ديك السيد. كيقول الانسان كيعطيك جوج وجوه. فالنفاق خيب، النفاق حاجه ما كتعجبنيش. احسن حاجه كتعجبو رشيد؟ شي حاجه كتعجبك؟ انت سولتيني. كيعجبوني ولادي، كتعجبني بنتي ايه، كيعجبني ولدي يخليها لك الله يحفظك. كيعجبني نشوف الناس فرحانين وكيضحكوا. والله هذه هي الحاجه اللي كتفرحني انا، ملي كنشوف الناس كيضحكوا وكيبتسموا. هذيك هي السعاده ديالنا حنا. عقلت عليها بزاف. كتسمع قبل الناس جال الكراميل سينا لا ديامانت. الى اللقاء.